حدث بعد حدث ويوما بعد يوم يستمر الجيش في القيام بواجبه في حماية الأمن والاستقرار وضمان السلم الأهلي. لقد كان استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية محطة هامة في ممارسة الديمقراطية والتعبير عن الرأي والاختيار الحر، وتطلب هذا جهدا أمنيا استثنائيا لضمان سلامة هذه العملية وتوفير الأمان للناخبين لممارسة حقهم الانتخابي. وفي هذا الإطار نفذت وحدات الجيش على كافة الأراضي اللبنانية تدابير أمنية شملت تركيز نقاط مراقبة وإقامة حواجز وتسيير دوريات، وقدمت المؤازرة لقوى الأمن الداخلي في العديد من الحالات التي تطلبت ذلك. تمت إدارة مهمة حفظ العملية الانتخابية في مراحلها الأربعة من غرفة عمليات قيادة الجيش وبإشراف مباشر من القائد، وبالتنسيق والتعاون مع كافة القوى والأجهزة الأمنية الأخرى. انتهى هذا الاستحقاق بنجاح ودون حوادث تذكر، باستثناء بعض الإشكالات المحدودة، بحيث عملت قوى الجيش على التدخل لتطويقها ومعالجتها بصورة فورية. نوه العماد قائد الجيش بجهود جميع أفراد المؤسسة العسكرية الذين شاركوا أو ساهموا في حفظ أمن الانتخابات، وشدد على إيلاء الوضع الأمني في الداخل وعلى الحدود الاهتمام الأقصى. يبقى الجيش ركيزة الأمن وضمانة السلم الأهلي على تراب الوطن، لا يبخل بالجهد ولا بالدم دفاعا عن شعب لبنان وتراب أرضه.